وجدتها. اللقا أصل الحكاية. أقصى درجات الدمار. ما كانش فيه أي شيء موجود في الكنيسة له قيمة لسه في مكانه. قعدوا 7 ساعات بيدمروا في كل حاجة. أنا إيريني الأسيس هاني جاك، كنيسة سراي القبة الإنجيلية حالياً. أنا عندي كارول بنتي الكبيرة وجولي التانية الصغيرة، عندي بنتين. إحنا أصلاً اسكندرانية، والرب دعانا سنة 2010 إن إحنا نكون بنتحرك من اسكندرية للكنيسة الإنجيلية في بني مزار في محافظة المنيا. وبالفعل الرب لما دعانا اتحركنا وبدأنا خدمتنا هناك في الكنيسة من سنة 2010 لحين 2013. و2013 دي كانت بالنسبة لنا حدث كبير، لأنه في الوقت ده كان في احتقان جامد في البلد من بعد الثورة والأحداث اللي كانت حاصلة في الوقت ده. وكان في الوقت 2013 شهر 8 بالتحديد كان في أحداث لفض رابعة. وفي التوقيت ده بالذات كان الجيش حاطط كذا مرة إنذار للتجمع اللي كان حاصل هناك في رابعة، لأن كان في زي تجمع علشان الفترة دي كان فيها عزل للرئيس السابق مرسي. وكان في مخطط إنه وقت ما الجيش يفض رابعة، المخطط ده كان معمول إنه يكونوا بيقتحموا الكنايس، يقتحموا المنشآت الحكومية الكبيرة علشان يكون ليهم سيطرة على البلد. وبالفعل كانت كنيسة بني مزار من الكنايس اللي اقتحموها في الوقت ده. قبل ما ده يحصل بيومين بالظبط احنا ككنيسة كان عندنا مؤتمر، وفي الوقت ده كان القسيس بيفكر ان كلنا نتحرك مع بعض. انا شقتي كانت فوق الكنيسة مباشرة، وانا في الوقت ده كانت كارول وجولي كان اطفال صغيرة، وانا ما كنتش بفكر اني اكون بتحرك مع القسيس. ما تيجي يا رينا نروح المؤتمر مع بعض؟ حاسة الجو هيبقى صعب على البنات، فخليني هنا افضل. خلينا نروح وننبسط من غير جو. ابقى افكر. والرب ملاني بفكرة في ذهني وجوايا قبل ما نتحرك بساعات قليلة، إني أتحرك مع القسيس وأروح المؤتمر، بالرغم إني كنت رافضة ده من وقت. حسيت إن الفكرة دي كانت عبارة عن إن هم في أي وقت ممكن يكونوا بيقتحموا الكنايس وبيقتحموا بيوت الرب عشان يكونوا بينتقموا من اللي حصل. وبالفعل اتحركت أنا والقسيس واتحركنا المؤتمر. تاني يوم كان في اقتحام عنيف جدا على الكنيسة. أيوة يا قسيس، دخلوا الكنيسة وولعوا فيها. إيه؟ ودخلوا بيتك وولعوا فيه برضه. نشكر ربنا إن أنتوا ما كنتوش موجودين. دخلوا وسرقوا كل حاجة وولعوا في كل حاجة في الكنيسة وفي بيتك. الساعة 3 بدأت تجيلي تليفونات من الجيران حوالينا ومن الناس حوالينا. لا محدش ينزل. إنه في عدد كبير من الناس بتهاجم الكنيسة، وبدأوا يعني يقتحموا الكنيسة ويدخلوا ويكسروا ويحرقوا. وبدأت الناس بشكل متوالي تبعت لي التفاصيل وتقول لي التفاصيل اللي بتحصل. ساعتها طبعا كان وقت صعب جدا، مكان خدمتنا وكنيستنا اللي بنحبها
وقضينا فيها وقت في الخدمة. المكان ده كان بيتدمر بالكامل. كل شوية أقول طب يعني يمكن فاضل كذا، يمكن فاضل كذا، وكل شوية تجيلي أخبار إنه كذا ده بيتحرق، كذا ده بيتكسر من الجيران اللي حوالين الكنيسة. ساعتها كلمني حد من الشباب الكنيسة وقال لي إحنا بنلم بعض عشان ننزل نحمي الكنيسة. فأنا ساعتها كنت منفعل جدا في التليفون عليه، قلت له لا من فضلك وقف ده خالص، ده مش كده أبدا، وقفوا ده. الكنيسة لو اتكسرت مهما حصل هنقدر نرجعها تاني، لكن أي حد فيكم يحصل أي حاجة مش هنقدر نرجع أي حاجة. ورفضت ده تماما. فضل الأمر ده بيحصل من الساعة يمكن 3 الظهر للساعة 11 و12 بالليل، وخلصوا على الكنيسة وإحنا كنا شقتنا فوق الكنيسة، وطلعوا فوق الكنيسة وكملوا على كل حاجة في بيتنا في شقتنا. قعدوا 7 ساعات بيدمروا في كل حاجة، بيدمروا الكنيسة وبيدمروا الشقة وبيدمروا مبنى الخدمات. 7 ساعات من السرقة، من التكسير ومن الحرق، 7 ساعات من العنف والقتل. كان وقت صعب جدا. كانت ليلة صعبة جدا جدا قضيناها هناك، طبعا في بيت مؤتمرات في الجو ده. كان الوقت برضو يعني في بعض التوتر، خايف على المجموعة اللي معايا من الخدام، قلقانين، فنفضل موجودين نطفي الأنوار في المكان كله طول الليل، سامعين ضرب نار حوالينا، مش عايزين نحسس الناس إنه في حد موجود في البيت. وكان لازم أرجع بالناس دولت لأسرهم. فالساعة 5 الفجر كان كده لما كل الدنيا هديت، طلبنا عربية وتحركنا ورجعنا. واحنا راجعين عمال افكر طب كل واحد هيرجع على بيته، انا هرجع على فين؟ بس كان اهم حاجة في الوقت ده ان ارجع كل حد من المؤتمر لبيته. في الاخر فضل انا واسرتي، معانا مفتاح البيت لكن مفيش بيت، فمش عارفين رايحين فين. بعدين كلمني حد من أسر الكنيسة وقال لي أهلا بيكم، احنا هنستناكم عندنا في البيت. فروحنا عنده. طبعا ساعتها كان معانا شنطة صغيرة للمؤتمر لينا كلنا، فيها ملابس بسيطة جدا. احنا ما عندناش حاجة، ما عندناش بيت، ما عندناش هدوم، كل حاجتنا كانت خلصت يعني وراحت. وقعدنا بالفعل بعد الأحداث دي حوالي أسبوع. احنا كنا في بيوت الناس، الأسر الرائعة الجميلة، أسرنا في كنيستنا الإنجيلية في بني مزار. شالونا وأكرمونا في الوقت ده، لأن احنا ما كانش لينا بيت، ما كانش لينا هدوم. كان أمر صعب جدا وقاسي علينا، لكن قصاد الأمر القاسي ده كنا بنشوف الرب في كل إيد ممدودة لينا، وكل إيد بتطبطب، كل إيد كانت شايلانا في الظرف ده. وكل مرة كنا بنشوف قد إيه الرب بيشجعنا بكلمات، بيشجعنا بأسر، بيشجعنا بوجوده معانا وسندته لينا إن هو كمان يشيلنا من الأمر ده. أنا كارول هاني جاك. 2013 أنا كان عندي تقريبا حوالي 9 سنين. وقتها اتخضيت قوي لما جيت تليفون لبابا، الجو تنشن كده، بس كنت حاسه مشاعر مختلطه. اولا كنت حاسه ان انا بيتي مش هناك، كنت الوقت كله حاسه بامان فكره ان انا بيتي في اسكندريه، بس برضو كانت في حته شده كده اللي هو طب احنا راجعين بني مزار، طب انا هروح اقعد فين؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني الدنيا كانت متلخبطه، ما كانش في بيت، ما كانش في اي حاجه. طبعا وقتها كل الناس اللي حوالينا بما فيهم بابا وماما كانوا بيحاولوا يخرجونا من اللي احنا فيه. يعني قعدنا وقتها نلعب لعب ونعمل حاجات، لدرجه انه كانت في واحده في المؤتمر معانا في المؤتمر بتقول لنا انه احنا هنلعب لعبه واحنا معديين من اوضه لاوضه هنوطي
على اساس ان دي لعبه، بس هي كانت بتقول كده علشان ضرب النار اللي بره، عشان محدش يشوفنا ان احنا في البيت يعني. من أول لحظة بقيت أرفع عيني وأشكر الرب، تشكره لأني كنت فعلا ممتنة ليه جدا للأمر ده، لأني كنت رافضة تماما إني أتحرك. لكن الرب لما شغل بالي بفكرة إني أكون بتحرك مع القسيس عشان يحمينا، ده كان أمر بالنسبة لي شفت قد إيه إيده اللي ممدودة لحمايتنا. كنت دايما ببص للأمر بالشكل ده، إنه الرب إذا كان مع الفتية الثلاثة في النار وقد إيه هو حماهم في وسط النار، أنا كنت دايما بقول يا رب أنت شلتنا أصلا من النار، رفعتنا. ودي كانت حاجة شفت قد إيه إيد الرب فيها اتمدت لينا. في الوقت ده كان أمر صعب طبعا. أنا النهاردة رب أسرة وراعي كنيسة، مسؤول عن أسرتي ومسؤول عن كنيستي. شعب الكنيسة كان متوتر جدا للأحداث. الأحداث كانت صعبة جدا على الناس. الناس قعدت لوقت طويل حتى بعد الأحداث تسأل ليه وإزاي يحصل كده، إزاي الكنيسة تتدمر وتتحرق، إزاي الله يسمح إنه الكنيسة يحصل فيها كده، وإزاي الله يسمح إنه الصليب يتكسر بالشكل ده. وبعد أسبوع بالفعل اتحركنا ونزلنا ورجعنا اسكندرية، بعد ما الأمور كانت استقرت شوية في البلد، لأن البلد كلها ما كانتش مناسبة إن احنا نتحرك. ورجعنا اسكندرية وقعدنا حوالي تقريبا شهر في بيت أهالينا. ومن هنا بدأنا بعد كده رحلة الاستقرار ورحلة التشجيع، وبدأنا نشوف أكتر الأمر إزاي الرب دبره، رتب كل خطوة من خطوات الأمر، حتى لو كان أمر بيوجع، حتى كان لو أمر بيكسر، لأن ما كانش سهل إن احنا نكون في الشارع. لكن قد إيه كانت إيد الرب فعلا ممدودة لكل لحظة من لحظات حياتنا، من احتواء، من رعاية، من حماية، من تدبير للأمر المادي. نشكر الرب من أجل حمايته ورعايته لينا. فخدت قرار كده إنه إحنا كل يوم هنبات في بيت مختلف من بيوت الكنيسة. عملت جدول كده مع الناس إن إحنا كأسرة كل يوم هنروح نبات في بيت مختلف من بيوت الكنيسة. بصراحة خدت القرار ده عشان حاجتين. أول حاجة إنه كل الكنيسة تشيل شيلتها، وإنه يحسوا إنه القسيس بتاعهم النهارده هم مسؤولين عنه مرة أو يوم من الأيام. لكن الحاجة التانية كمان هو إنه وإحنا بنتحرك من بيت لبيت ومن أسرة لأسرة، إن ربنا يدينا رسالة تشجيع لكل بيت بنقضي معاه ليلة. كنا بنشجع الناس، كنا بنصلي مع الناس، كنا بنرنم مع الناس، كنا بنتكلم في الأمر، ونحاول شوية. طبعا الناس كانت منزعجة جدا، نطمن الناس ونملأ قلوبهم سلام. فكان كل يوم بنروح بيت، قعدنا يمكن في حدود 10 أيام كل يوم كده بنروح بيت من بيوت شعب الكنيسة، لغاية ما الدنيا بدأت تتحرك والطرق بدأت تفتح. فتحركت مع أسرتي ونزلنا اسكندرية، قعدت معهم كام يوم، وبعد كده أنا رجعت مرة تانية للكنيسة في بني مزار. قعدنا بعدها وقت ورجعنا تاني بني مزار. حاولنا ندبر مكان صغير للصلاة لحين بناء الكنيسة كلها. كملنا بعد كده سنة تقريبا في بني مزار، وبعد كده الرب خلانا نتحرك من هناك. أنا اسمي جولي هاني. وقت الحادثة كان عندي حوالي 4 سنين. مش فاكرة حاجات كتير غير إني كنت طفلة عادي بلعب. فجأة كل حاجة اتغيرت، فجأة كل الناس بقت متضايقة. لما ببص على اللي حصل وارجع اشوف الكتاب المقدس عن اكتر آية بتعبر عن اللي حصل، بلاقيها هي دي: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. اثناء السنة اللي قعدناها واحنا في بني مزار اتفاجئنا ب CD جاي للقسيس
ومن شخص مجهول، ومكتوب عليه إلى من يهم الأمر. والسي دي ده لما القسيس فتحه لقى فيه متصور كل الأحداث اللي حصلت في الكنيسة وفي الشقة، بكل الأشخاص بكل التفاصيل. السي دي ده احنا مش عارفين مين بعته، مش عارفين جاء ازاي، لكن السي دي ده كان اللي كان ينفع بيه نكون بنتحرك ونعمل بيه المحضر أو الأمر الرسمي عشان يكون في رد فعل اتجاه الناس اللي كانت بتدمر الكنيسة. على فكرة احنا عرفنا ومش هنسيبك. تايسون القسيس كان بيتهدد في الوقت ده بسبب ان في ناس اتمسكت واتقبض عليها وبدأت تاخد احكام كانت صعبة شوية، ما بين مؤبد او اعدام. فالاهالي كانوا بيجوا القسيس بيهددوه علشان يكون بيتنازل عن المحاضر اللي اتعملت والقضية. لكن في خلال السنة دي من الحاجات اللي كانت صعبة علينا إن احنا نكون في سنة كاملة داخلين في أمر تاني، في عنف وفي قلق، لكن بنرجع تاني ونشوف إيد الرب قد إيه بتتمد لينا بحماية ورعاية وحفظ. كل الأحداث اللي حصلت دي كان ليها تأثير علينا طبعاً، وكان ليها تأثير أكبر على البنات، لأن البنات في الوقت ده كانوا أطفال صغيرين. لكن قد إيه كنت بشوف هم فعلاً تعبانين نفسياً جداً، قد إيه موجوعين، قد إيه متأثرين بلعبهم اللي مش موجودة وحاجاتهم الشخصية اللي فقدوها. الأمر ده كان بالنسبة لنا أمر مؤلم، إن احنا نشوفهم موجوعين وتعبانين. عشنا أيام صعبة جداً، عشنا أيام مؤلمة ما بين نفسيتنا، ما بين بيتنا اللي مش موجود، ما بين بناتنا اللي متأثرين تعبانين نفسياً لأنهم كانوا أطفال صغيرين، وما بين التهديدات اللي كنا داخلين فيها. كنا شايفين إيد الرب وممتنين ليها، لكن في نفس الوقت إحنا عندنا كسرة وعندنا وجع، وعشنا أيام كتير طويلة محتاجين كنا من جوانا يبقى عندنا شفاء من الأمر ده. قعدنا وقت طويل في تأثيرات سلبية على الأمر ده في أمور كتيرة في حياتنا، لكن مع إيد الرب اللي بتمتد لينا، مع إيد الرب اللي دايما بتطبطب، مع إيد الرب اللي دايما بترفع وتشجع وتشفي، شفنا قد إيه هو إله فعلا رائع، إله يقدر يكون بيحول المرارة والكسرة والوجع لفرح والنصرة. شفنا قد إيه إيد الرب اللي دايما بتحمي ولاده. الأمر مش قادرين ننساه من أذهاننا أصلا، لكن بالرغم إنه عدى عليه 12 سنة أو أكتر يمكن، لكن كل مرة بنفتكره، بنفتكر الأحداث، بنفتكر قد إيه إحنا اتسندنا، قد إيه حتى لو في وقت الضعف ووقت الكسرة ووقت الحيرة وقت الوجع، قد إيه إلهنا بيتدخل وبيعرف إزاي يداوي، بيعرف إزاي يطبطب، قد إيه هو إله رائع فعلا وصالح لحياتنا. والله بيدبر كل أمر بكل تفصيلة لحياتنا بشكل رائع، بشكل معجزي. دايما بنقول يا رب أنت فعلا إله رائع وصالح لحياتنا.
أصل الحكاية.